السلام يا شباب، شلونكم؟ طيبين؟ اليوم اشر لكم مقطع في يوتيوب. اليوم نظريتي ستكون عن البقلن ومتأثر من 3 كائنات راح نتكلم عنها. يلا نبدأ يا شباب، لايك واشتراك. الشيء الأول، كما تعلم البقلن في لعبة ماينكرافت هم أعدائهم هم الوذر سكيلتون. هم عصرين أعداء مثل الفيلجر والفيلجر والقرويين، يعني هم عصرين أعداء في اللعبة. والشيء الثالث، كما تعلم إن في هذول الكائنين اللي ما أعرف اسمهم، وذاك البارض وذاك العادي يعني المسالم، لا أقصد المسالم بس يحب المشاكل. والشيء الرابع، إذا وضعت هذا الكائن في العالم العادي راح يتغير شكله إلى كائن ليس مسالم بس يحب المشاكل مثل الواردن والهوبراين. بس الحمد لله نحذف الهوبراين لأن نحب المشاكل، وإذا كان موجود الهوبراين بيحرق منازلكم ويحرق الأشجار وراح يتحول إلى هذا الكائن. هذا الكائن يحب المشاكل. انظروا شوفوا ردة فعله. لا. الشيء الخامس في لعبة ماينكرافت، إذا وضعت البقل ورميت عليه البوشن هذا اللي يحمينا مثلا أنا هذا اللافا أو تسقط، ما راح يجي يشيل بالتأكيد. والشيء السادس، إذا كيف تخلي مثلا البقلن هذول العاديين يرسبنون؟ خلي بس تحط هذا الكائن، وإذا ما ضبط معك هذا الكائن لازم تحط هنا هذا 64 ستاك جولد أو ذهب وتسقطين هنا في المكان هذا، ثم يروحون يرسبونون هنا، ثم راح تقدر تتاجر معهم. والشيء السابع، إذا ما تقدر تحصل بقلنا الله في القلعات هذيل مثل القلعات الكبيرة هذه، هذا الشيء يعني مختلف يعني. والشيء الثامن في لعبة ماينكرافت، إذا تعلم هذا الكائن ما يهتم أصلا في الجولد والذهب. كيف الدليل؟ أول شيء شباب إني وضعت الحين ستاك كامل من الجولد، ما يهتم، هو مهمته إن يحرص البقلن الباقيين لأن البقلن هذول. الشيء التاسع، كما تعلم في يوجد حارس هنا في قلعة البقلن ويوجد هنا ذا. والشيء العاشر في لعبة ماينكرافت، إذا فتحته إذا بعد كسر يدك راح تجد هنا الديسكر هذا أو مدري هذا حق النظر ذا، إذا تشغله راح يطلع لك صور. والشيء 11، إذا بحثت راح تجد هنا بلوكات جولد في القلعة هذه، يعني مرة شيء يعني غريب يعني تجد بلوكات جولد. والشيء 12، صح إن البقلن يخافون من شيء، وإذا كنت تريد يعني تفتك بينهم إنك تحطين الشمعة على هذه الشمعة اللي لونها هذا أزرق راح يهربون، ما أدري شو اللي يهربون، ما يعني المهم يا شباب. والشيء 13، إذا بحثت في الصندوق هنا راح تجد هنا لوت مرة قيم مثل دروع أشياء يعني. 14، كما تعلمون هذا البقلن المتعفن واجه بعض البشر، بعد مواجه بعض البشر أعداهم في هذا الفيروس، بعدين ما انقرضوا البشر وتحولوا للزومبي، لكن الناجين وجدوا الترياق لمعالجة الزومبي فيليجر. وهذا الترياق هو مثلا جولدن أبل. جولدن أبل هذا اللي تعالج باقي اللاعبين، وهذا الشيء يعني اسطوري ترمي علامة هذا الزومبي فيليجر وراح يروح يرجع على طبيعته. لكن هذا شيء مرة غريب في لعبة ماينكرافت، هو مثلا الزومبي ستيف، إذا ما تقدر ترجع الزومبي ستيف الستيف عادي يكون صديقك، هذا شيء يعني غريب بذلك يعني. اوكي يعني عرفنا عن الزومبي. واذا كنت تريد شيء اكتب هنا في محرك البحث اكتب كيف تعالج، واذا كذا هذا استخرجت هذه المعلومة عندما تكتب هنا في البحث كيف اعالج الزومبي. وكذا يعني عرفنا كيف نعالج الزومبي في لعبة ماينكرافت. بيطير هذا البوشن المهدئ، واذا هو جولدن ابل، ثم يرجع واذا عالجته وراح يعطيك هنا تخفيض انك ساعدته، هذا يعني تخفيض مساعدته. لايك واشتراك في القناة وراح هنا تابعونا في التيك توك، واذا كنت بشيء اكتبه في محرك البحث لايك.